علي عليه السلام كان سيد الشجعان، بطل الإسلام، بسيفه استقام. سل عنه بدرا وأحدا والأحزاب وخيبر وحنينا وغيرهن، تتحدث لك عن أمجاده وتروي لك بطولاته حين أفنى المشركين بذي الفقار وألحقهم بلهيب النار. ولا عجب، أوليس هو حيدر الكرار؟ أبو بكر وعمر كل واحد منهما كان كالفار، فار جرذ يخاف جبان، لم يحققا أي انتصار، جبناء لم يصح في التاريخ تمكنهما من قتل مشرك واحد على الأقل. مشرك واحد، ابحث في طول التاريخ وعرضه تجد أنه لا يصح حتى أنه واحد قتله أبو بكر في غزوات رسول الله وحروبه، واحد قتله عمر. جبناء أول ما تبدأ الحرب والمعركة كانا ينهزمان ويهربان ولا يعودان. عمر يستقوي على النساء، على الضعفاء، ويستقوي على الرجال بمن حوله من الأوغاد، ولهذا هجم على دار الزهراء صلوات الله عليها. وإلا إذا كان هو بمفرده أمام علي بن أبي طالب لوجدت أن عليا بمجرد أن يرمقه رمقة من نظره وإذا بقدرة قادر عمر بن الخطاب تلاقيه صاير في جحر في أستراليا، هربان. بس شو نسوي إذا عمر جاب معه كتيبة عسكرية من الطلقاء والأوغاد والأراذل مكونة من 300 عنصر من قبيلة بني سليم، أدخله بالمدينة وبهؤلاء المدججين بالسلاح هجم على الزهراء البتول صلوات الله. هذه ليست بطولة، هذه مو بطولة. تعال يا عمر ورينا شجاعتك في المبارزة، في الفروسية، في الحروب والغزوات. كلما وقعت حرب فر أبو بكر وعمر وكانا من أوائل الفرارين، ويرجعون يجبن كل واحد منهما أصحابه ويجبنونه. روى المنتقي الهندي في كنز العمال الجزء 5 الصفحة 274 أن أبا بكر قال: كنت أول من فاء يوم أحد. يوم أحد هرب الناس، ثم بعد ذلك حينما بدأ المشركون يتراجعون بسيف علي صلوات الله عليه وبسيف رسول الله صلى الله عليه وآله وبنصرة الملائكة من عند رب السماء، بدأ الناس يفيقون، يعني يرجعون شوية يشوفون شنو صار شنو ما صار. فأبو بكر يقول: أنا أول واحد رجعت. خوش فضيلة، أول واحد رجعت يعني شنو؟ يعني أول واحد هربت أيضا، نفس الشيء. وأخرج أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة وابن ماجه والبزار وغيرهم كثير أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث يوم خيبر أبا بكر فسار بالناس، صار بالجيش الإسلامي حتى يحقق نصر. فماذا حصل؟ فانهزم فرجع يجبن أصحابه ويجبنونه. أبو بكر يقول لأصحابه: انهزمت منكم أنتم الجبناء. هم يقولون: لا، من طيحة حظك أنت الجبان مو إحنا. وبعث عمر بعد ما فشل أبو بكر، رسول الله بعث عمر حتى يسجل موقف وتاريخ للأجيال، حتى يعرفون أنه أبو بكر وعمر لا يصلحان لشيء، لا يصلحان لشيء. وبعث عمر فسار بالناس فانهزم فرجع يجبن أصحابه ويجبنونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله، وكلكم عارفين وحافظين لكن تكرار الفضائل حسن: لأعطين الراية غدا
رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار ليس بفرار. يعرض بمن؟ بأبي بكر وعمر، أوائل الفرارين كالجرذان. يفتح الله له فأصبح ثاني يوم فأعطى اللواء بيد علي عليه السلام فقتل مرحبا وفتح خيبر وقلع بابها. وأخرج البخاري في الجزء الثالث من صحيحه الصفحة 46 في حديث أبي قتادة الأنصاري قال: وانهزم المسلمون يوم حنين وانهزمت معهم. يقول أنا هم انهزمت معهم، بس حينما انهزمت شفت واحد سابقنا كلنا، من هو؟ وانهزمت معهم فإذا عمر بن الخطاب في الناس. عجيب، هذا متى لحق يعني قبلنا كلنا راح وصل وانهزم. انهزم المسلمون يوم حنين وانهزمت معهم فإذا عمر بن الخطاب في الناس فقلت له: ما شأن الناس؟ صاير؟ قال: أمر الله. لماذا انهزمت يا عمر؟ لماذا انهزمت؟ قال: بعد أمر الله، بعد شو نسوي؟ بيد الله، خيرة أمك. وعلي عليه السلام كان ثابتا في أحد وحنين ولم يفر، الوحيد الذي لم يفر، مع أن المشركين والأعداء احتوشوه هو ورسول الله صلى الله عليه وآله من كل جانب، الوحيد الذي لم يفر باتفاق الخاص والعام. هنا ملاحظة، قال الله تعالى في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فعلى هذا وما دام ثبت عند الجميع، عندنا وعند محبي أبي بكر وعمر، أن أبا بكر وعمر فروا وولوا الأدبار، بعد شيء واضح. فإذا بمقتضى هذه الآية الكريمة وعلى هذه الآية الكريمة باءوا بغضب من الله، يعني الله غضب عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. خلاص، فليش أنتم زعلانين وغضبانين على أنه نحن نلعن عمر ونذم عمر؟ هذا مغضوب عليه من الله، مغضوب عليه بعد خلاص باعترافكم، يعني على حسب القواعد الشرعية التي تقرونها أنتم في فقهكم. معلوم هذا عند جميع المسلمين أنه الفرار من الزحف من أشد المحرمات، وهو على حد الشرك بالله، حتى أنه ليس له توبة، هكذا ينقلون. فإذا عمر هو في النار بلا شك، مو في الجنة، فكيف تقولون أنه من العشرة المبشرة؟ وليش غضبانين من الشيعة في أنهم يعادون عمر بن الخطاب؟ يطبقون الآية الكريمة.